قلت بزماني كلام ورجعوا تأكدوا منه. قلت سوريا راح يصير في تحالف استراتيجي مع أمريكا وراح يصير ازدهار، بس تستنوا بعد فترة 10-15 سنة. هدول الجماعة بدي يرجعوا على هالنقطة اللي انتم هلأ اللي عم بيركزوا عليها بالبند السابع، اللي طلع اللي خرج منه رئيس الشرع. هذا الحكي راح يناموا عليه 15 سنة، مشان ما تتفاجئوا بكلام بعدين. فهمتوا علي كيف؟ فأنا شو عم بقول لكم؟ أنا عم بقول لكم هدول الناس عم يخططوا لبعيد. هلا بتقولوا ليش عم بتقول هيك؟ تفضلوا. شو هلا؟ هدول تركوا الموضوع هيك، نيموه. إذا ما بيكون معهم 100% بيرجعوا بيفتحوا الدفاتر من جديد. ماشي؟ هي خطورة البند السابع. لكن إذا مشي مثل ما بده خلص الموضوع. عرفتوا كيف؟ حكيناها قبل ما يطلع القرار، قلنا لكم هدول بده يتموا ويساووا مشاكل. الامريكان هذا الصلح الامن لفتره محدده. نعم يا سيدي الكريم، المخطط اللي انا حاطه براسي عم بيطبق حرفيا، عم بيطبق نقطه نقطه وخطوه خطوه بشكل مذهل. هذا حكي انا بتقولوا ليش عم بتقول بعد 10-15؟ ليش هون بقى هلا هذا اللي صار اليوم بالمجلس الامن، هذا له دور فيما بعد. راح تسمعوا بعد 10-15 سنه هذا يرجعوا على الفقره. بيجي بنتين بيقول لكم مو قلت لكم؟ طيب يا اخي بعد 15 سنه لك يا متيني راح يقولوا لكم لا مو قلنا لكم. لا راح ايه. بس يعني هن ما يعني انا بحكي لكم الوضع هلا مبدئيا جيد يعني، هذا اللي بيخلينا بقول لكم جيد. لكن انا ما بنكر، انا بقول لكم انا ما بنكر بعدين في شيء مشكله طبعا في مشكله. هذا حكي دائما حكيته من اول التحرير، قلت هذا فترته الزلمه راح يطول 15 سنه وقتها، بعدين في مشكله كبيره بدها تصير. حكيته بس ما تم مشكله، ما تم خطوره. انا بقول لكم هلا 10-15 سنه الامور ممتازه. هلا خلي يعيش سمير متيني بعد 10 سنين والشباب الطيبه الثانيين يا اخي، وبعدين يا اخي يا اخي خليني اعيشني هالكم يوم، انا بعدين بفرجها الله. عرفتوا القصه شو كيف؟ ايه ما بتعرف هلا ممكن كمان يكون في تغيرات بالامور، يعني مع الوقت القرارات بتتغير كمان، ممكن يبدلوها يعدلوها، ممكن يصير شغلات اشكالات يعني قصص كثيره. بس مبدئيا كويس. هلا نحن بدنا هلا يا عمي، بدنا هلا نحن ناكل على السريع، بدنا شيء جاهز، ما بدنا نتمطمط. بدنا ترتفع العقوبات على الرئيس وترتفع عقوبات قيصر وخلصنا يا اخي. ما فرج الله بعد 10-15 سنه بينزل سيدنا المسيح بيخلصنا من المصيبه بدها تصير وخلصنا. ايه شفت شلون هذا الحكي؟ يعني مين قال لك الرئيس الشرع ما بيعرف شو بده يصير بعدين؟ شوف لك هذا الكلام اللي انا بحكيه يمكن في التخاطر بيني وبينه ممكن نعرف القصص. بيعرف. اذا يقول لك ما بيعرف، هو اذكى من انه يعني الدليل كلامي انه بيعرف. ما بده يستقرض مصاري من الاخرين، بيقول لهم تعالوا استثمروا بمصراتكم. فهمتوا القصه ليش يستثمروا بمصراتهم؟ انا ما بحكي على الحكي على اليوتيوب على فكره، انا هذا الحكي ما بحكي على اليوتيوب.